تركي ايه بس يا جماعة؟ دي وصفة المصريين، وفي رمضان عليه متعودين. بس اقول لك حاجة، الوصفة دي بالنسبة لي كده التوب في العزومات. حاجة كده راقية، بتخلي السفرة كده منظرها شيك قوي. ده غير طعمها الخطير. بجد النهاردة هنعمل البوريك التركي، حاجة برضو تركي. هنعمل البوريك المصري هو اسمه كده بوريك تركي. تمام. بس بقى هعملهولك كده بطريقة بقى انسي بقى من غير لحمة مفرومة. وهقولك على اقتراحات خطيرة قوي في فيديو النهاردة. شايفة جماله؟ الله بجد، والله والله وبحلف بالله احلى مليون مرة من اللي باللحمة المفرومة. مش كل حاجة لحمة مفرومة يا جماعة، رقاق باللحمة المفرومة، جلاش باللحمة المفرومة. طب تعالوا بس نشوف هنعمل ايه. خلي بالكم من غير عجين، علشان ايه ما تشغلوش بالكم وتقولوا هنعجن من غير عجين. الاول سمي الله كده وصلي على رسولنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا معايا كده بانيه. على فكرة ده اقل من نص كيلو بكتير، بس اكتر من ربع كيلو، يعني في حدود كده 350 جرام. شفتي بقى؟ اهو. هنعملها زي ما قلنا اقتصادية حلوة في متناول الجميع. طيب قطعنا الفراخ مش فرمناها. انا عاوزة الوصفة دي نقطع الفراخ قطع صغيرة. طاسة بقى كده او صينية، ونحط حتة سمنة وننزل بالفراخ. النار عالية، ننزل بحبة ملح وحبة فلفل. جربي الوصفة دي بالله عليكي، وما تنسيش تدعي لاختك. ما تنسيش تدعي لاختك سهير. طب بصوا البصل اللي احنا كنا مخزنينه نفعنا ازاي بقى. وصفة زي كده في رمضان، ولا عن جنة ضيوف على الفطار عاوزين نعمل حاجة على السريع اهو. طلعنا البصل من الفريزر اهو. بصي ده اللي بيطلع منه ده الرطوبة بتاع الفريزر مجمد. وزي ما قلت لكم بططيه علشان تقطعيه بايدك كده ينزل معاكي بسهولة. وهو مجمد نزلنا بيه على الفراخ والنار عالية ونقلب لحد ما الفراخ كده خلاص تشرب مع البصل كده، وخلاص على كده. طفينا عليها. تعالوا بقى معانا كوباية زبادي. دي تشريبة كده، هنحط عليها نص معلقة بيكنج باودر، حبة ملح، حبة فلفل. هنحط ايه نص كوباية سمنة على زيت وبيضاية. تمام كده. دي التشريبة اللي هتخلي لك البوريك ده كأنك عاملاه وعجناه وتعبانة فيه. تشريبة كده أو خلطة نركنها بقى على جنب كده. معانا صينية كده دهنينها سمنة، ومعانا لفة جلاش. تمام. طيب ما تنسيش الوصفة دي اعمليها بنفس أنا ما عملتها ودوقي طعمها. وبصي كل اللي هيدوق عليها، اللي هيدوق عليها ايه، اللي هيدوقها على في العزومة بتاعتك او الولاد، والله يا جماعة ما تتنسي من جمالها وريحتها الخطيرة. هناخد ورقتين كده، ورقتين مش ورقة، على بعض كده، وندهن بالخلطة خفيف، مش عاوزة ندهن قوي. وادي الفراخ بتاعتنا، وكمان حشيت معاها ايه جبنة موتزاريلا. لو عندك جبنة رومي بتبقى جميلة، من غير جبنة خالص مفيش مشكلة، حبة جبنة كده. بس اعمليها بالطريقة دي. كل حاجة لحمة مفرومة نحشي يا جماعة، كل يعني نوعوا شوية. بنبقى عاملين عزومة مثلا، أو إحنا من غير عزومة عاملين مثلا لحمة، بامية بلحمة، قلقاس بلحمة، ونيجي نعمل جلاش باللحمة. يا جماعة لا، وزعوا شوية كده، نوعوا. وكمان حتى لو ما عندكيش لحمة اعمليها برضو بالطريقة دي. جربيها بس وادعي لي، ادعي لأختك سوير. وقولي لي كده يا سوسو في التعليقات دعوة حلوة لما تجربيها إن شاء الله. سهل وبسيط، وبص ما بياخدش وقت. ننوع كده وبيبقى شيك جدا 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 على السفرة. بص بنحط كده وبنقوم برمين اهو. بنبرم على طول ونرص، بس خلي البرمة من تحت. احنا مش هنلزق ولا اي حاجة زي ما عملنا الجلاش وبرمناه وعملناه حلو، لا. ده كده بنعمله اهو، بنبرمه. وبنخلي ايه البرمة بتاعت الجلاش الفتحة بتبقى من تحت. جربي بس الفراخ بالطريقة دي، خطيرة خطيرة بجد. وزي ما قلتلك الفراخ قطعيها مش تفرميها. تعالي بقى قطعيه كده، يعني قطعناها كده لفة المبرومة دي البوريك دي على 4. يعني كل واحدة قطعناها كده 4، ونجيب بقى بقية الخلطة ونحطها من فوق. مشغلة الفرن هحطها على الرف الوسط، بتشغلي تحت، وبعد كده بتشغلي عليه الشواية.
تمام كده، على الرف الوسط على درجة حرارة 180، لا بياخد وقت ولا أي حاجة. تعالوا بقى علشان بعد ما حطينا الخلطة كده يعني كله دخل في بعض، نظبطه كده أهو. احنا على فكرة مجرد انك هتظبطيه بس وهتيجي تطلعيه هيطلع معاكي مفرفط، وكل حاجة مفرفط يعني كل صباع لوحده. حاجة كده قيمة على السفرة يا جماعة، وشيك جدا جدا جدا. وانا اهو وبكرر جربوه بالفراخ بالطريقة دي، ماشي؟ وادعيلي. ولا تحطي بقى هنا، مش هنحط بقى لا زيتون ولا فلفل، لا، غيروا برضو شوية. يعني مثلا صينية المكرونة بنحط معاها فلفل، صينية الرقاق بنحط معاها فلفل، لا ده بوريك، زي ما قلنا بوريك تركي بنعترف اهو. بس ما مش محتاج بقى خضار ولا طماطم ولا اي حاجة من ده كله، يا دوب تشوحي الفراخ وتنزلي عليها بالبصل. شايفة الجمال، شايفة الشياكة. كمان انا نسيت اقول لكم ان انا ما عملتش لفة الجلاش كلها والله يا جماعة، اتبقى منها كام ورقة كده. شايفين الجمال؟ يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. ما تنسوش أختكم سهير بالله عليكم بلايك، أنا حلفتكم. يا رب يا رب تزوري الكعبة، يا رب يا اللي تحطي لايك. والسلام عليكم.